السعودية سلطنة عمان. لدينا حاليا هذه المواجهة العاصفة والحديدية بين الأخضر السعودي والأحمر العماني. أحمر اللون المنتخب العماني بألوانه الحمراء ليفربول، والأبيض السراء على طريقة الريد السعودي، الأخضر في العادة بألوانه البيضاء. في هذه هناك كرات كانو لمصعب الجوال والحمدان، وبداية الامتحان. مباراة دولية، جدار الصد بأربع لاعبين. فايز الرشيدي وجه لوجه مع سلم الدوسري والركنية أو ضربة مرمى. كرة قاتلة من سالم الدوسري والرشيدي، الروعة في التسليم. أول إنذار سعودي في بداية المشوار. منتخب عماني، التقى المنتخب السعودي والمنتخب العماني 13 انتصار مقابل فوزين فقط لعمان. خطيرة غريبة، هدية سعودية ضيعها عبد الله فواز، ضاعت على العماني. خروج مغامر لمحاولة محمد العويس. عبد الله فواز لم يفز بهذه الكرة. تقدم المدافعين حسن تنبكتن الغنم اللي يوزع ولمسة يد الجوير. تعود التصويب نواف وشل والسلطان الغنام فين الرشيد الثاني. هل استغل الفريق السعودي؟ وهذه كرة ضرب الحمدان. غريبة وعجيبة، حمدان يوزع غريبة. مروان السعفي دخل للشباك ولم تدخل. شنو هذا؟ الحمدان امداد رائع، ولكن في النهاية ضاعت الكرة. عكسية لسالم الدوسري، وتدخل قوي قد يستوجب الورقة الحمراء مباشرة. احمرت من الحكم التركي خليل أموت، ليس له من حل بعد 4-4-2 4-5-1 لإيقاف السعودي. جميل، كرة غدارة بوسعيدي أفضل لاعبين. نار راس والركنية ب10. النار العماني نار في هذا. جميل اليحمدي في التوزيع. العويس مرة أولى والثانية لعبد الله فواز. عبد الله فواز كان في الالتحام مع مروان السحفي. نواف وشل رديف. حمد كانو مرة أخرى، كانو دفاع عماني. وين في هذه الكرة؟ حمدان، شو هذا؟ شنو هذا يا فايز؟ ومثيرة لسالم
فايز الرشيدي الدوسري. هذه اللقطة يجد أمامه السد العالي حارس الخبرة أحمد الخميسي، يطلب الكرة من المدافعين ويهرب وين؟ يعدي، يستنى، ينتظر فواز، شمال ومحمد العويس. محمد العويس قنبلة عمانية قادمة من العاصمة مسقط، والتصدي هجمة عمانية نارية قوية خرافي. ميلر سينهي الآن. نواف بوشل، سير الدوسري وبوشل الجبهة اليسرى، يوزع ويعلن للحكم يخلي اللعب. غنام كرة حمدان، التسويق مصعب الجوير التكتيكية، ويعلن رسميا على نهاية الشوط الأول بتعادل 0-0 بين عمان والسعودية في عبد الله فواز قلة التجد، يعدل مشيفري، حكم يقول وحده يخلي الكرة السعودية. محمد كانو فارس والتناغم، مصعب الشوير تنتقل لعبد الله اللطيف، سالم الدوسري ب9 لاعبين المنتخب العماني في ظل إصابة. سالم الدوسري، جوير يسدد، وفايز الرشيدي. علي البني تألق فايز الرشيدي 35 هدفين لقلب دفاع الهلال الرشيدي في هذه الكرة. محمد كانو من مصعب الجوير، ينتقل بالكرة لنواف بوشل، عبد الله الحمدان، الحمدان يغير المكان للسلطان الغنام. مصعب الجوير يوزع، خروج غريب قاتل من فايز الرشيدي، وعبد الله الحمدان يتمركز على مستوى القائم الثاني. جوير بتمهيد رائع لعبد الله الحمدان. مثيرة، الجوير يحد الجول، فيها جول سعودي صاروخي بركان. نخضر ياتي على اليابسة، منتخب يسترجع كامل كبريائه ويحكم زمانه بعيد عن مكانه. بعد البداية العسيرة تأتي الأحداث المريرة. دب واحدة يا سعودي يا أكبر الأخضر، رهيب ولا رهيب بنجوم القوية. الدوسري، الجوير، السعودية تريد اقتناص كرة الدلال، كرة أبها جمال. الدلل يا متعال، الدلل يا سعودي. عدي جدار عماني ينهار في هذا المشوار. عبد الله الحمدان ينفرد بصدارة الهدف. التماس، سالم الدوسري يلعب بسرعة، مصعب الجوير ويهرب. مروان، فيها جول غريبة، روعة الانطلاق لمروان الصحفي وإيرفي رونار. فرحة لم تكتمل. بوسعيدي يوزع مرتدى، استدام قوي، والمخالفة يعني مصعب الجوير بالانذار.
للمنتخب العماني أحمد الخميسي. أرشد العنوي يصادق، جول جول رغم كل الصعاب. العماني لا يعرف المستحيل، العماني لتحقيق على المستوى التكتيكي. أولا لأنه يلعب ب 11 لاعب مقابل 10 لاعبين للمنتخب العماني. المنتخب العماني من أجل التأكيد بوسعيدي يوزع عجيبة وغريبة. عصام السبحي أكيد بيجبر الأقدام. جول 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 عصام. مرحبا واهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في هذا الفيديو الذي فيه سوف نتحدث عن تفاصيل مباراة السعودية القادمة امام جزر القمر في كأس العرب 2025 للمنتخبات في قطر التي تستضيف وتنظم البطولة. قبل البدء بالتفاصيل اتمنى ان تدعمنا باللايك وتشترك بالقناة وتفعل الاشعارات لكي تتواصل بكل جديد، وشاركنا توقعاتك ومن سيفوز في التعليقات في الاسفل. وكي لا نطيل عليكم فهيا بنا لنبدأ. وتأتي المباراة ضمن بطولة كأس العرب 2025 الجولة الثانية، وستقام على استاد البيت، وذلك مساء يوم الجمعة 2025 شهر 12 يوم 5. وستنطلق الصفرة للمباراة عند 10:30 بتوقيت الإمارات وعمان، 9:30 بتوقيت السعودية وقطر والعراق والأردن والبحرين واليمن، 8:30 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، 7:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وستكون مباراة منقولة عبر مجموعة من القنوات الرياضية: بين سبورت اتش دي بتعليق عامر الخويذري، وأبو ظبي الرياضية، وقنوات الكاس ودبي الرياضية. نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي الشقيق للجميع. من الله.